بئر برغوث، البلاصه الغامضه اللي لحد الان ما لقاوش تفسير كيفاش هاد الحفره العملاقه كاينه على وجه الارض. كاينه تحديدا في محافظه المهره باليمن. هاد الحفره العرض ديالها 30 متر والعمق 112 متر، بلاصه اللي غامضه ودارت اثاره. نمشيو القصص اللي كيعاودوا صحاب هذيك المنطقه، كيقولوا ان هاد البير بناوه ملوك الجان في الزمن القديم. الهدف هو كان سجل لاي جني كيعصى الاوامر ولا كيتمرد كاين فيه تما. كاينه واحد الروايه كيقولوا ان في الزمن القديم ملك من ملوك الحميريه اللي كان حاكم اليمن قرر يخبي الثروه ديالو تما اللي من ذهب ومجوهرات، حيت كان قريب يحيدوا ليه الحكم. وامر مجموعه من السحره اللي كانوا تحت يديه بواسطه الجن يبنيو حفره اللي ما وصل ليها حتى شي واحد، والهدف يخلي الثروه ديالو تما ويخبيها. بعض الناس ديال هذيك المنطقه كيقولوا انهم كيسمعوا اصوات خارجه من هذيك الحفره، وكيقولوا في الزمن القديم كانت واحد القافله غاده من تما وكان فيهم العطش، وشافوا هذاك البير وقرر واحد من هذوك الرجال يسقي الماء. منين هز الطل لقى عامر بالذهب، كلهم دهشوا. وواحد من هذوك الرجال قال لهم راه هنا كاين كنز. قرر ينزل، عاونوا صحابو بالحبل كيعيطوا ليه ما جاوبهمش. منين كيجروا الحبل كيلقاو خاوي. بعض سكان هذيك المنطقه كيقولوا ان فاش كيمشيو تما كيشموا بحال الريحه ديال الكبريت ولا ريحه العافيه خارجه من هذيك الحفره. في سنه 2021 فريق عماني مختص في استكشاف الكهوف قرر باش ينزل بئر برغوث. المستكشفين لقاو حياة طبيعيه جدا، شافوا الحنوشه، الضفادع، انواع من الطيور، الوطواط كلهم ساكنين تما. اكتشف الفريق شلالات صغيره كتخرج من الحيوط ديال هذاك الكهف. شموا روايح خانزه وقالوا ان الناس اللي كيقولوا بان هنا كاينين شي روايح هما ناتجين على حيوانات الميتين كيطيحوا في البير ومخلفات الطيور، وهذا الامر طبيعي جدا. بئر برغوث قرر يحافظ على السر ديالو لالاف السنين، وحتى فاش نزل الفريق العماني يكشف لينا قاع الحفره كيبقاو بزاف ديال التساؤلات. واش بصح داكشي اللي لقاوه هو كل شيء ولا باقا شي حاجه مخبيه على العين؟ الحقيقه العلميه كتقول بان هو مجرد بئر طبيعي، ولكن القصص الشعبيه ديال هذيك المنطقه كيقولوا انهم ديما غيبقاو يشوفوه فيه سجل الجن. المهم هو ان اللغز تحل جزئيا. وانتوما واش بالنسبه لكم بئر برغوث اللغز ديالو تحل ولا باقا شي حاجه مخبيه في وسط هذيك الحفره اللي ما قدر يكتشفها حتى شي واحد؟